شكرا لك راشد وللزملاء الكرام ومشاهدي قنوات السعودية الرياضية. بالتأكيد متواجدون هنا عند البوابة 27 تقريبا. الجماهير تكتظ بشكل كبير، الجمهور النصراوي المتعطش بشكل كبير لهذا اليوم. هي نقطة النهاية بكل تأكيد في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين. الجماهير هنا متواجدة. بيجيكم واحد بجيكم واحد ولا لكم ألف مبروك. يبارك عمرك يا شوية يا شباب. كلها 5 ساعات 6 ساعات وتشوفون الكاس. الحمد لله يا رب، وإن شاء الله نكسر اليوم الحاجز اللي رقم 67. والله يعطيه العافية كحلال، والله يسعده يا رب ويديم لنا إن شاء الله. والله يخلي لنا نصرنا إن شاء الله، وإن شاء الله اليسوية نوصل للعالمية بإذن واحد أحد. وش تبغى أقول النصر ذهب، النصر أخذناها كذا. وهذا الغامدي يا مرة اليوم. ألف مبروك، توصلون هالنقطة 67 إن شاء الله وبيض الله وجهك يا كحلان، ونقول إعادة تويدري لا تكرر. طيب شباب طيب تعال. ألف مبروك. الله يبارك لك، وأتمنى أن كارينيو ما يرحل، أتمنى أنه يبقى الموسم الجاي مع النصر، وخالد القامدي على راسنا. أتمنى وكحيلان على راسنا بعد، وأنا جاي من الجوف علشان النصر، وذكرنا الرمز يقول النصر بمن حضر والنصر رجع. بس احنا اليوم جايين من الجوف نزف النصر ان شاء الله اليوم، ونبارك لك حيلان طال عمرك، ونبارك له مقدما ان شاء الله باذن الله. وهذا عوايد النصر بمن حضر. صاحب القصيدة يا شباب لحظة، قصيدة العالمي، قصيدة تسجيل يا شباب بالله دقائق يا شباب بالله، أبي ترددون معي آخر بيت. النصر معروف دايم في الصدارة، عالمي في كل خطواته نجاحي، الفخر والعز واضح في شعاره، يستحق الفوز من كل النواحي، كاسبين الفوز حنا عن جداره، ومن تحدانا بنومه ما استراح، فوزنا عن جد ما هو باستعاره، خذ صحيح الهرج ما هو بالمزاح، لا توجهنا على الملعب غاره، خصمنا من قوة ضرب النصر طاحي، الوسط يعطي على حسب الإشارة، الوسط يعطي على حسب الإشارة، لا الطرف ينقل في وضع ارتياحي، وزع التمرير للقايد يساره، واستلمها كابتن للعب صاحي، الهدف من رجل لاعب به جساره، فالشبك تقول ضربات الرماحي، والدفاع الصلب ما عدى مساره، ما تهزه قو صفقات الرياحي، وحارس الدفاع الصلب ما عدى مساره، ما تهزه قو صفقات الرياحي، والدفاع الصلب ما عدى مساره، ما تهزه قو صفقات الرياحي، وحارس المرمى حفظ رانه وقاره، ثابت كالطود لا يمكن يزاحي، وحارس المرمى حفظنا له وقاره، ثابت كالطود لا يمكن يزاحي، والرئيس ونعم من بيت الأمارة، قادنا الشبل المجرب للفلاحي، عشت يا قايد فريقك للصدارة، خيضهم يا أمير في النصر المباحي، أنت من كرس جهوده للإدارة، وتستحق أنك تلبس لك وشاحي. شباب احنا سمعنا قصيدة، اعطونا استوديو. زميلي أحمد، والتحية موصولة لكم أنتم مشاهدينا الكرام متابعي القنوات الرياضية السعودية. بالتأكيد من هنا من أرض الأحداث السادة الملك فهد الدولي بالرياض تتواجد الجماهير النصراوية في يوم احتفالها هنا والتتويج بدوري عبد اللطيف جميل. بالتأكيد تواجدنا منذ وقت مبكر، بالتحديد من ظهر هذا مساء هذا اليوم. الجماهير تتوافد أمام بوابات الاستاد قبل افتتاحها
بالتحديد من وقت مبكر تقريبا الساعة 12 أو الساعة 1 ظهرا تواجدت الجماهير، رددت الأهازيج خارج الاستاد، وبالتحديد عند الساعة 3 تم فتح البوابات ودخول الجماهير إلى أرضية الملعب والمدرجات. الآن نتواجد بالتحديد في خلف الدرجة الثانية حيث تتواجد الجماهير النصراوية بكثافة. أيضا الحديث عن التذاكر، كان للأسف تواجدت السوق السوداء مساء هذا اليوم، الكثير من الجماهير النصراوية يتذمرون، يقولون اشترينا تذاكر بمبالغ مرتفعة وصلت إلى 80 و90 ريال من دون نفاذها، يقولون كما يقولون بعد وسط الزحام مساء أمس في متجر النادي واليوم في منافذ البيع. الآن مجموعة من الجماهير النصراوية بجانبي تقف هنا. في البداية أرحب فيك. مرحبا عبد اليوم في تتويج نادي النصر مميز الموسم هذا على مستوى الجماهير، على مستوى الفني للفريق. ألف مبروك. الله يبارك فيك وبارك الجماهير النصر، واشكرك حيلان اللي قدر وحده وبمساعدة بعض أعضاء الشرف على عودة النصر تحقيق الدوري وكأس ولي العهد، والهدف إن شاء الله الموسم القادم كأس آسيا. والف مبروك الجماهير الشمس. العافية. ألف مبروك. اليوم نادي النصر عريس الدوري السعودي. والله النصر دائما يمثلنا يعني في البطولات المحليه، والموسم ذا ما قصر والله كحيلان وبيض الله وجهه. احنا والله جايين من مسافات طويله من الساعه 3 العصر احنا هنا وابد ان شاء الله، وما قصروا النصر من جيب كل اللعيبه وعلى المشرفين، والشيله ذي نشيلها معهم. ايضا اليوم وسط الفرح الامير فيصل بن تركي يعلن تجديد مع الكابتن خالد الغامدي. والله يسويها وان شاء الله بعد نطلع باشياء واجد ان شاء الله. ما قصر الكحيلان والله الامير فيصل بن تركي بيض الله وجهه، وكل النصراوي يستاهل، كل اللي حضر هذول يستاهلون والله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ارحب فيك. الف مبروك. اليوم نادي النصر عريس دوري عبد اللطيف جميل، تتويج اليوم ان شاء الله امام التعاون. الحمد لله. التتويج المفروض يكون من قبل كم جوله، لكن اهم شيء اخذنا الدوري ونترك الافلام الهنديه لهم، وبطوله هداف الناصر الشمراني حلال عليه ما نبيها. اليوم النصر يلعب امام التعاون، في حاله الفوز يكسر الرقم القياسي على مستوى النقاط في الدوري السعودي. اكيد ان شاء الله الفوز مضمون، واتمنى التوفيق للفريق ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كابتن تفضل. في البدايه ارحب فيك. الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. اليوم النصر عريس دوري عبد اللطيف جميل. والله الحمد لله، مبارك الجمهور هذا الغفير اللي جاي. انت مسؤول الاحتفال في الجوف. كيف يعني الجوف؟ كيف يعني؟ اليوم نادي النصر يعني النصر تميز السنه هذه على في كثير من الاشياء، الجمهور، التيفو، ايضا على المستوى الفني تميز. اليوم في حاله الفوز على التعاون يكسر الرقم القياسي للنقاط. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدايه ارحب فيك. مسؤول الاحتفال النصراوي في مدينه الجوف، بدايه ارحب فيك. الف مبروك الفوز وبطوله الدوري. الله يبارك فيك، واحب ابارك الجمهور النصر في جميع انحاء المملكه، واحب اشكر قناه الرياضيه على النقل المميز من خلال هذا الموسم، واحب ادعو جماهير العالمي لحضور احتفال جماهير العالمي بمنطقه الجوف الذي سوف يقام يوم الاربعاء 9/6 في قاعه السمو. سوف يتخلل العديد من الفعاليات، وسوف يختتم بدعم لجمعيه تحفيظ القران باشراكهم بمنطقه الجوف، من دعم من جماهير النصر والعالمي بالمنطقه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدايه ارحب فيك. الف مبروك. الفريق النصراوي عريس دوري عبد اللطيف الجميل اليوم من خلال التتويج بالدوري. اولا ارحب جماهير النصراويه، وهذا شيء مو شيء غريب عن النصر، وباذن الله القادم افضل ان شاء الله. يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا الكرام، كما تابعتم كانت هذه ردة فعل أو حضور جماهير النصر في قبيل التتويج، حضور جماهيري كثيف بالتأكيد قبيل الانطلاق حوالي ب3 ساعات. الآن نتحول إلى